حالة من البكاء الشديد مجددا بعد الخماسية اللولبية المغربية اللي أخذناها بالأمس، ومدرب مصر الذي توعد بهزيمة المغاربة داخل الديار. يا ترى كان رد فعله إيه بعد الخماسية المغربية اللولبية؟ سألوه قالوا له إيه شعورك يا أبو الكباتن بعد الخمس مهاميز اللي تلقناهم بالأمس من الأشقاء المغاربة؟ قال لهم نار. قالوا له ايه؟ قال لهم نار. نار يا جدعان. قالوا له الله، ولما هي نار طالع يا اخويا قبل اللقاء تقول ليه وتتوعد وتقول حانت اللحظة التي سيتم فيها رد الاعتبار للكرة المصرية على حساب المغربية وداخل الدار البيضاء. وخبطت على صدرك يا ابو الكباتن، انت خبطت على صدرك قبل اللقاء. قال لهم منه لله. قالوا له الله، هو مين؟ قال لهم الصحفي اللي سرب عني هذا التصريح منه لله، اشوف فيه يوم حسبي الله ونعم الوكيل. الهي اذا ما كانش متجوز ربنا يوعده ب47 عروسة وما يعرفش يختار منهم ولا واحدة، وإن كان متجوز يوعده بكلبة هبلة تهبشه من صرصور ودنه من تحت. قادر يا كريم. أنا جمعت العيال بتوع المنتخب اللي 2008 تحت 17 قبل اللقاء وقلت لهم كلمتين تحفيزيتين، ما كنتش أعرف إن الكلام هيوصل لدول. وبعدين أنا كان ليا نظرة مختلفة، أنا افتكرت إن الفرقة المغربية التانية غير دي بتاعة الأولمبيات، وقلت إن كان في هذا اللقاء بتاع السداسية ظروف، لاعبين مع فرنسا أشواط إضافية في حالة طرد بدنيا واقعين فهم اصطادونا. النهارده كنت بقول لسه بقى احنا رايقين وأول المباريات اكتشفت إن مفيش اختلاف، المشكلة أبعد من ذلك بكثير. أنا قلت الكلمتين دول بيني وبين العيال، قام اللي ما يتسمى ده أخذ هذا التصريح ووصله لهم. لما وصل لهم سخنوا علينا. أعمل إيه؟ ومع هذا كله أنا في الشوط الأولاني فقط تأخرنا بهدف وحيد، وطبعا الهدف احنا شرحناه بالأمس هنا على قناتنا دي على اليوتيوب كورة كاش، مش هشرحه تاني الأولاني ده عشان حضراتكم ما تملوش. لما لقيت ان احنا بس خسرانين واحد جمعت العيال بين الشوطين وقلت لهم انا شايف فيكم بذرة لاعب كبير وحاسس فيكم بابتسامة امل، لان معنى ان انتوا تهزموا بواحد بس في الشوط الاولاني، اذا احنا الشوط الثاني هو بتاعنا، ولا بد ان يرى العالم ويتأكد ان اللي حصل من كام شهر في باريس لا يمكن اليوم أن يحدث في الدار البيضاء أمام الغريم. في مساعد بتاعي واقف جنبي اسمه لبيب، ميل على ودني وقال لي ما توسعهاش قوي كده يا أبو الكباتن، اسألني أنا شفت كتير، دول بيجوا في الشوط التاني وبعيد عنك العملية بتنفتح على البحري. وخير دليل اللقاء الأخير بتاع الأولمبيات ده كانوا في الشوط الأولاني متقدمين بهدفين فقط، جات العملية في الشوط الثاني اتفشلقت واديك شفت وسمعت ما لا يعجبك وما لا يرضيك. ضحكت وقلت له أو ده كان زمان عن النهاردة تختلف الأحداث، لابد أن يرى العالم في الشوط الثاني ماذا نحن فاعلون. وابتدى الشوط الثاني وكالعادة احنا مزنوقين، انا مش عارف الزنقه السواد دي سببها ايه. وخد بالك بقى طبعا ابتدى الشوط الثاني واحنا متاخرين بهدف. الهدف الثاني لما انت تيجي تتفرج عليه حاجه مسخره المسخره، لاعيبه المغاربه استلمت الكوره ودخلت في نص ملعبنا واحنا مزنوقين، قربوا على منطقه الجزاء بتاعتنا واحنا برضو مزنوقين، في جوز لعيبه من المنتخب المصري بتاعنا قطعوا الكوره. انما احنا عندنا مشكله، احنا ممكن نقطع الكوره، ممكن نمسك الكوره، بس بعد ما بنقطعها وبنمسكها ما بنبقاش عارفين نعمل فيها ايه. اي والله ده اللي انا شفته، ما بنبقاش عارفين نروح بيها فين. قطعوا الكوره تخيل ونطوا فوق بعض.
تخيل ان في الهدف الثاني ده، انت شوفه في الاعادة، ان احنا قطعنا الكورة على حدود منطقة جزائنا، واحد فيهم نط اتكعبل وقع، والتاني تنه نطت فوق قفاه. وخلي بالك العجب العجاب بقى، اخينا التاني وهو بينط تنه مبصيها لكشها برجله للاعب المغربي اللي جاي من ورا، اللي تنه على طول بوش رجله ورشقها حته رشقه في الخرم بتاع الشبكه الشمال من تحت، راحت بالمقاس مسطره. نفسي اعرف، وسؤالي الوحيد، احنا بننط فين؟ انا عايز اعرف اجابه على هذا السؤال. جود لعيبه معاهم الكوره نطوا فوق بعضهم في منطقه الجزاء، احنا بننط فين وبناء على ايه؟ خد بقى الهدف الثالث. الهدف الثالث ده قطعناها برضو كالعاده. ما انا بقول لك احنا بنقطع الكوره ما بنبقاش عارفين نروح بيها فين، لان احنا كلنا متكربسين فوق بعضنا، انتشار اسود بعيد عنا. فاللاعب بتاعنا لما قطع الكوره كلاكيت تاني او 10 مره ما لقاش بد قدامه ولا حل غير ان هو يرجعها تاني للاعب المغربي. رجعها للاعب المغربي وان تاتش على طول، دول ما بيتاخروش ما شاء الله. برضه في خرم الشبكه الشمال من تحت، خرم الشبكه الشمال من تحت حرفيا اتهرى يا جدعان، لمسه واحده بشماله راح الدواء. احنا ما بنهزرش. اما الثالث بقى، الرابع عفوا، اهو الهدف الرابع ده اللي اشاد بيه حتى الاعلاميين المصريين، اقسم بالله يعني الكثير. لاعب مغربي دخل منطقه الجزاء في وسط 3 لعيبه مصريين والحارس، بقى يشخلع فيهم شخلعه ما انزل الله بها من سلطان، ياخدهم شمال ويرجع يجيبهم يمين، ويرجع يطلعهم قدام ويرجع يرجعهم ورا، والزباين ايه ما تتاخرش ماشيه معاه على الايقاع بالظبط. يروح كده يروحوا معاه، يجوا كده يجوا معاه، يطلع قدام يطلعوا معاه، يرجع ورا يرجعوا معاه، ومحدش عارف يقطع الكوره. العجب العجاب بقى، وهو عمال يشخلع فيهم كده لقى الزاويه القريبه قدامه مفتوحه على مصراعيها، تنه لاكش الكرة وحاطط الهدف الرابع. اللعيبه بتاعتنا بقى وهو بيحط الهدف واحد فيهم وقع، لما وقع تنه مكعبل الاتنين التانيين تنهم نازلين فوق. الحارس بتاعنا بعد ما الهدف الرابع دخل تنه قازع وناطط فوقهم، الاربعه اتكوموا فوق بعض. نفسي اعرف بننط فين؟ السؤال اللي هيجنني، احنا بننط فين وبناء عليه؟ ارجوكم لو حد يعرف اجابه على هذا السؤال يريحني. ده انا بتفرج على الملخص النهارده، اتفرجت عليه امبارح والنهارده، مش شاغلني في اللقاء الا ان احنا بننط فين. اعرف بس لو عرفت هرتاح، بننط فين يا جدعان؟ هذا السؤال. وبعدها 4-0 وجه ضربه جزاء. انا شايف ان هي استهتار من اللاعب المغربي، ما هو قال لك دول ما بيعضوش، دول على قدهم يعني، بيطلع كده خبطت في رجله ركله جزاء وجبناها. لا والمضحك بقى، المضحك ان احنا بعد ما سجلنا الهدف 4-1 اللاعب بتاعنا طار جوه الشبكه، اخذ الكوره ويجري ويقول للحكم يعني كانه بيقول للحكم بسرعه بسرعه العب عشان نتعادل. ده في الدقيقه 90، احنا جايبين هدف من ركله جزاء في الدقيقه 90. تشوف الجاريه فهد جبلاوي ماسك الكوره بيجري بيها، اي خايف للوقت ان هو يعدي. كان فين هواك حبيبي من بدري؟ كان فين؟ ويدوب سنطر الاشقاء الكوره في منتصف الميدان ويا فرحه ما تمت اطلاقا. انا مش عارف، اللاعب المغربي شاط الكوره مش قويه، انما الحارس بتاعنا زهق من كثرة ان هو بيترمي على الفاضي. ما هو من اول اللقاء عمال يترمي على تصويبات المغاربه، ما بيصدش حاجه، كله بيعدي وفي الخرم الشمال بتاع الشبكه من تحت. العجب العجاب بقى ان هو اترمى وزقها بايديه. والله الحارس بتاعنا الكره ضعيفه، اترمى على الكره وبايديه سبحان الله عارفه طريقها، او هو عارف هي عايزه تروح فيه، وبايده تنه مزحلقها وموديها في خرم الشبكه الشمال برضه من تحت. بقول لك هاروا الخرم بتاع الشبكه الشمال من تحت. هو الراجل زهق قال لك كده انا بترمي ما بصدش حاجه، هنقعد نقرف نفسنا على ايه؟ انا عارف
انت عايزه تخشي في الخرم الشمال بتاع الشبكه من تحت، يلا تعالي. الراجل زهق، هيعمل ايه صراحه؟ انما السؤال اللي انا عايز اعرف اجابته رجاء، احنا يا جدعان بننط فين؟